واستكمالا لأخبارنا في هذا الصباح نتوقف عند واحد من الأخبار المهمة وهو عن حي الأسمرة. جهود الدولة في خلق بيئة حضرية ما بتتوقفش عند تطوير العشوائيات أو عمل المشروعات القومية، بل متابعة هذه المشروعات بشكل حقيقي إنها بتسير بالفعل بأصحابها إلى الأمام. من هذا المنطلق أرسلت وزارة الصحة والسكان والثقافة قافلة صحية ثقافية لحي الأسمرات الجديد بمنطقة المقطم، وهدف هذه القافلة الصحية الثقافية هو رفع الوعي المجتمعي بالمناطق العشوائية المحرومة في جميع المحافظات وعمل كفاءة ثقافية بشكل حقيقي لدى هذه الأحياء الشعبية اللي بنرى أنها زي ما حرمت من أقل الخدمات حرمت أيضا من الكثير من الأشياء المعرفية والثقافية. وبنتمنى أن تكون هذه القافلة ليست فقط قافلة بترسل كل من فترة إلى فترة، لكن بنتمنى أنها تكون نشاط ثقافي صحي قائم بحد ذاته في هذه الأحياء اللي بتحتاج إلى هذه الدفعة بشكل حقيقي. أعتقد أن هيكون لدينا الكثير من التفاصيل في سياق هذا التقرير المصور. تحاول الدولة المصرية أن تفي بوعودها من خلال الرعاية المستمرة لسكان مشروع تحيا مصر بحي الأسمرات، وذلك عن طريق تفعيل قوافل التوعية الصحية والوقاية من العدوى. احنا بدأنا بمركز طبي ومكتب صحة، في 2 مركز طبي كمان، في قافلة تقريبا بمعدل كل أسبوعين هنا بنقول للناس دول احنا تحت أمركم، احنا بنشارك مع سياسة البلد في النهضة بالعشوائيات وبنقدم لكم الخدمة الكاملة سواء كانت خدمات صحية اجتماعية ثقافية بالكامل بالتعاون ما بين المديريات مع بعضها. بنقول للناس دول احنا بنعوضكم عن اللي فاتكم. احنا عايزين الناس تستفيد من الدعم الحكومي اللي مقدم في اللي مقدماه الحكومة في مجال الصحة ومجال الثقافة ومجال التنمية. نازل معانا 16 جهة شريكة، في لأول مرة النهاردة مركز لصيانة الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة تبع الهيئة الإنجيلية، في كشف رمد، في كشف نظارات مجانا. ولأن الهدف الرئيس من خلق هذه المجتمعات الحضارية المتكاملة هو خلق بيئة معيشية أفضل للمواطنين، فكان التعاون بين وزارة الصحة والمجتمع المدني للمشاركة بتقديم الخدمات التنموية للفئات الأكثر احتياجاً. فالنهارده هنتكلم مع الناس عن تنظيم الاسره، هنبدا نزود الوعي عند السيدات بالارقام المهمه في حياتنا، يعني هنقيس النهارده الضغط، السكر، الكوليسترول، الوزن، الهيموجلوبين، يعني الارقام المهمه دي بنحاول نعلمها للسيدات. بنقول دايما هدفنا مش ان الناس تعيا وتروح للدكتور، لا، هدفنا ان احنا ننشر ثقافه الطب الوقائي. بعد كده هنروح المدرسه، هنشتغل على اولادنا وبناتنا الصغيرين، هنبدا معاهم بكراريس التلوين. حبينا ان احنا يكون لينا مشاركه طبعا في تثقيف الاطفال هنا وتطوير المكان والشباب وكل فئات المجتمع في الأسمرات. عملنا احتفاليات في الأسمرات أكتر من مرة برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة. ومصر تقف على عتبات المستقبل، لا يمكن أن تغفل الدور التعليمي والتثقيفي لسكان المجتمعات الجديدة كحي الأسمرات، باعتبار أن الثقافة حصان رابح دائما في عملية التنمية. فكانت القافلة التثقيفية للتلوين وتوزيع الكتب على الأطفال. هنا في تطور جميل جدا بالنسبة للعشوائيات في كافة مشي بالنسبة للرعاية الصحية والرعاية الطبية. احنا كنا قاعدين في عشوائيات وعلى جبل، جينا هنا قعدنا عيشه مرتاحه الصراحه، ومنطقه نظيفه، وعيالي اهم حاجه يتربوا تربيه نظيفه. الحياه اختلفت جدا، انا بنتي دلوقتي الله اكبر بتطلع من الاوائل هنا، يجوا مدرسين من بره وحاجات وناس من بره الله اكبر بيفرحوا ببنتي. مساكن آمنة متكاملة المرافق، حملات توعية لسكان حي الأسمرات تزرع الأمل لهم في الأيام القادمة ليجنوا ثماره في أبنائهم. مدت الدولة يد العون لسكان العشوائيات ببناء عدد من الأحياء السكنية المتكاملة، ولا تزال الدولة تقدم المزيد من الخدمات لتحسين نوعية الحياة ورفع مستوى معيشتهم من أجل غد أفضل لهم ولأسرهم. من حي الأسمرات، نشوى صالح، النيل.